مش عارفة تتعاملي مع حماتِك وتخلّيها تحلف وتتحالف بمرات ابنها، يبقى يا ختي. لازم الكل يعرف إن تعامل البنت مع حماتها غير تعامل الولد مع حماته. الموضوع هنا مختلف تمامًا في الاهتمام والتعامل وفي كل حاجة، وعشان إحنا هنا هدفنا الأول والأخير إنِّك تعيشي رايقة ومبسوطة وما فيش حاجة تعكنن مزاجِك، أول حاجة مهمة جدًا حبّيها، وحبّيها بجد، لإن هي لو وصل لها حُبِّك ده هي كمان هتحبِّك، وهتبلع لِك الزلط وهتحامي لِك وتدافع عنِّك. وزي ما اخواننا الامريكان بيقولوا fake it till you make it، يعني بالبلدي كده مثلي انك بتحبيها لحد ما بجد تقدري تحبيها. والحاجه المهمه اللي لازم تاخدي بالك منها ان حب حماتك ليكي هيجي لما انت تخلي مزاج ابنها رايق. يعني لازم تحبي ابنها وتدلعيه وتهتمي بيه وتخلي مزاجه رايق وعالي طول الوقت، وساعتها بقى حماتك هتحبك وهتوريكي السعد والهنا كله منها ومن ابنها، لان امه راضيه عنك وبتدعيلك. وعشان نبعد بقى عن الحساسيات وامثله ان الحما عمى والكلام اللي ما يعمرش وما ياكلش عيش ده، حماتك لو عملتيها كويس وبما يرضي الله زي ما بتعاملي امك، ساعتها بقى هتريحي دماغك وتتجنبي كل المشاكل اللي فيها قيل وقال. يعني الست بعد ما شقيت وتعبت وربت وكبرت، تيجي انتي عايزه تاخدي ابنها منها وتحسسيها ان انت هتخليه قاطعها خالص، فساعتها هتضطر تعاملك وحش. فدورك بقى انك تطمنيها وتعرفيها ان ابنها عمره ما هيبعد عنها. وما تنسيش مسيرك يا مرات الابن تبقي حامة، دي جماعية ودايرة يابا. خليكي على تواصل دايم مع حماتك بمكالمات وزيارات، واوعي تنسي عيد الام، لان دي الهديه اللي حماتك هتفرجها لقرايبها وللجيران، ومش بعيد تنزلها كمان على الفيسبوك. وهاتي حاجه تكون قيمتك لان الكل هيشوفها، خليها تتشرف بمجايبك ليها، وكل ما حد يشكر في ذوقك حماتك هتحبك اكتر. وخلي دايما يوم في الاسبوع تروحي مع جوزك زياره ليها، واوعي حسك عينك تروحي عند حماتك وانتي مقريفه او لاويه بوزك، ساعتها بقى حماتك هتحس انك مش طايقاها وانك بتوقعي بينها وبين ابنها. وحماتك هتحبك قوي لو انت اعتبرتيها زي مامتك وحكيت لها كل مشاكلك حتى لو مشاكل بسيطه وصغيره، وساعتها بقى حماتك هتتبسط منك وتحبك اكتر، ومش بعيد كمان تحس ان انت اقرب ليها من بناتها، وهيبقى سرها في حضنك. يا عبيطه يا عبيطه اسمعي كلام، انا عارفه مصلحتك. ولو في يوم من الايام حصل مشكله بينك وبين جوزك، احكي لحماتك وكبريها، وصدقيني هتلاقيها واقفه في صفك وفي ظهرك واول واحده هتدافع عنك. ولو عايزه بقى تبقي مصحصحه وتخطفي قلب حماتك بجد، قولي لها ممكن يا ماما تعلميني اصناف معينه من الاكل العبقري التحفه اللي انت بتعمليه، شي طاجن عكاوي، صينيه مكرونه بالبشاميل، حله ملوخيه مع الشهقه، حله ممبار. انا شكلي جوعت ولا ايه؟ لان الحما من دول لو ركزتي هتحسي ان مطبخها ده مملكه مليانه اسرار وخبايا. فانت لو دخلت لها من السكه دي وهي فتحت لك قلبها وقالت لك على كل اسرارها وتركاتها في الاكل، يبقى هي حبتك وهتحبك اكتر واكتر لما تحس ان طبخها بيعجبك لدرجه انك عايزه تقلديها وتتعلمي منها. خليكي ذكيه يا بت وما تتعامليش بخيبه عشان دنيتك تبقى حلوه. وانتوا بقى قولولي لو في مواقف حصلت مع حمواتكم، وقولولي لو في تريكات تقدري تكسبي حماتك بيها. وانا بسنت النبراوي، تابعيني في خيبتك عشان تشوفي خيبتي وخيبتك.